القوة الضاربة والحرائق. اليوم وأنا أتصفح أحد الجرائد المغربية للأسف المعروفة، رأيت واحد الخبر، واحد الصورة، واحد التعليق يعني ألمني في نفسي والله العظيم. حسيت لم أكن أنتظر أن صحيفة وجريدة وطنية معروفة أنها تنزل لهذا المستوى وتنشر هذه الصورة اللي فيها سخرية. سخرية من ماذا؟ سخرية من شيء قدره الله على واحد الشعب اللي هو شعب جار، الشعب الجزائري. هناك مناطق تحرقات، كلنا متضامنون معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد من توفوا برحمته وأن يجعلهم إن شاء الله من الشهداء. وفي هذا الوقت اللي خصنا نواسيوهم ونترحموا على أمواتهم، تأتي جريدة وطنية معروفة وعدة منابر للأسف، بالإضافة إلى الصفحات الفيسبوكية والاستهزاء. علاش الإنسان وصلنا لهذا النيفو هذا؟ وصلنا لهذا المستوى للأسف الدنيء. هذا الشيء ماشي غير المغاربة، هذا الشيء يقع من مغاربة ويقع من جزائريين. يعني وصلنا لما أراده أعداء الله. أعداء الله أرادونا أن نكون دائما مختلفين، يسب بعضنا بعضا، متنافرين، وهم هذا ما يريدون. علاش؟ لأن كلما افترقنا وكلما اختلفنا وكلما كنا بعيدين عن بعض هذا في صالحهم. شفت واحد الخبر اللي هو القوة الضاربة والحرائق، وغنخليكم تشوفوا الصورة. يعني صورة مواطن جزائري يصارع لإطفاء النيران، وهذه الجريدة هذه تنشر هذه الصورة في الصفحة الأولى للاستهزاء وللضحك. أقول لك أن الله سبحانه وتعالى هذا ابتلاء من عند الله. ممكن أن المغرب حتى هو يوقع في حرائق، ووقعت حرائق في المغرب، ووقعت حرائق في العالم بأسره. العالم بأسره، حتى كندا ملايين الهكتارات احترقت. كندا عندها آخر تكنولوجيا ديال إطفاء الحرائق، وعندها طائرة كنادير وما أكثر من طائرة كنادير، ولكن لم يتغلبوا على الحرائق. هذا غضب الله، هذا شي حاجة كتبها الله، يعني ما عندوش الحل. لماذا نستهزئ؟ لماذا نضحك؟ لماذا؟ علاش؟ هل هذا من أخلاقنا كمسلمين؟ هذا من أخلاقنا كعرب؟ من أين أتيتم بهذه العقلية هذه وتغذون الفتنة؟ ماذا سنستفيد من الفتنة؟ أعلى سلطة في البلاد هو ملك البلاد، عندما يخاطب الشعب الجزائري يخاطبه باحترام ويخاطبه بود، ودائما يده ممدودة. فمن أنتم؟ ماذا تمثلون؟ أنتم تمثلون جهة خارجية تريد الفتنة وتغذون الفتنة وتشعلون نار الفتنة. هذا الشعب الجزائري، هذو إخوتنا، رغم كيدكم ورغم نشركم ورغم فتنتكم، هذو إخوتنا في الله، ولن نتخلى عن إخوتنا في الله. هناك مشكل بين السياسيين وسيبقى مشكلهم بينهم، وإن شاء الله سوف يحل. ولكن أن أستهزئ وأفرح لأخي، يعني يقع لي مشكل وأفرح له، لا وألف لا. هذه ليست من تقاليدنا وليست من عاداتنا وليست من أخلاقنا، بل هذه أخلاق أعدائنا وأعداء الملة والدين. والله زعما بقى فيه الحال بزاف. ومرة أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل من ماتوا في هذه الحرائق. وتحياتي للشعب الجزائري، وتحياتي للشعب المغربي، وتحياتي لكل من يحارب من أجل أن تطفأ نار الفتنة، لأن الفتنة لا يأتي منها إلا الشر. وشكرا لكم.